تعالى كده اكلمك كلمتين من القلب في حوار وسام ابو علي والنادي الاهلي. النادي الاهلي هيبيع وسام ابو علي؟ انا بقول لك النادي الاهلي هيبيع وسام ابو علي، ولكن وحط تحتيها 1000 خط. النادي الاهلي عارف ومتاكد ان اوضه اللبس عنده مفخخه، اي حد ممكن يعمل نفس اللقطه بتاعت وسام ابو علي. فالاهلي حب يقطع الموضوع من جذوره، قال لك انا بقى مش اي حد هيطلع لي كل يوم يقول لك انا عايز اجدد عقدي وانا جاي لي عرض من الخليج وانا جاي لي مش عارف ايه. كل الكلام ده يا باشا على عيني وعلى راسي، اوكي، اللي عايز يمشي يمشي، ولكن الاهلي مش عايز يفتحها سداح مداح. ما هو مش دافع كل المبالغ دي عشان يتفاجئ ان في اول السنه ما عندوش ولا لعيب من اللعيبه الجامده اللي هو جابها اول الموسم. وخد بالك انت عندك كام فرده كده بوتنشال جدا ان هم يجي لهم عروض جامده، زي مثلا امام عاشور، زي مثلا بن رمضان. الاثنين سنهم صغير والاثنين مولعين نار، الاثنين جامدين جدا. فطبيعي جدا ان هم يجي لهم عروض من الخليج ويجي لهم مرتبات اكبر بكتير من اللي جايه كمان لوسام ابو علي. فعشان كده الاهلي حب يحط نقطه نظام كده عشان ما حدش يعمل زي وسام ابو علي.